يا مساء الحلويات صديقي، اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير. مستر عبد الرحمن، وهنكمل رحلتنا في شرح منهج الاحياء للصف الاول الثانوي على قناتنا على اليوتيوب. صديقي طالب الصف الاول الثانوي اللي بيجهز وبيسخن وبيدخل في المنهج، خلصنا اول درسين شرح الكربوهيدرات اللي بدأت، يعني يعتبر خلصنا اول فصل، خلصنا تلت الباب الاول. ندخل النهارده في الفصل الثاني في الباب الاول، وهنتكلم عن ثالث نوع من انواع الجزيئات البيولوجيه الكبيره. وصولك للمرحله دي يعني انت عارف يعني ايه بوليمر، يعني ايه بلمره، يعني ايه مونيمر، يعني ايه جزيئات بيولوجيه كبيره، يعني ايه كربوهيدرات، يعني ايه ليبيدات. كل دي حاجات انت عرفتها على مدار الدرسين اللي فاتوا. هنعرف النهارده النوع الثالث من الجزيئات البيولوجيه الكبيره، وهو البروتينات. ماما بتقول لك كل لحمه عشان تحصل على البروتين، تقول لك كل بيض عشان البروتين، تقول لك سمك عشان البروتين، كل مش عارف فول مدمس الصبح عشان البروتين. انت فاهمني؟ كل دي مصادر للبروتين. ليه البروتين مهم؟ وايه هو البروتين اساسا؟ وليه البروتين له مصادر مختلفه؟ وايه هي انواع البروتين المختلفه؟ وايه هي التركيب بتاع البروتين؟ ده كله هناخده النهارده في فيديو النهارده. ركز معايا وهنقسم الفيديو لاجزاء. هنتكلم الاول عن تعريف البروتينات وتركيبها، هنتكلم عن التركيب الجزيئي وازاي بتتكون البروتينات، هنتكلم كمان عن انواع البروتينات وتصنيفها، وهنتكلم كمان عن اهميه البروتينات. اوعى تروح في حته، كمل معانا اخر، يلا بينا عشان ما نضيعش وقت. نبدا باول حاجه، تعريف البروتينات. ما هو البروتين؟ يجي يقول لك ايه ما هو البروتين؟ ايه هو البروتين ده؟ بص يا صديقي، البروتين جزيء بيولوجي كبير زي الكربوهيدرات زي الليبيدات، بيتكون من اتحاد عده جزيئات صغيره، يعني بيتكون في عمليه بلمره، والبلمره دي يعني جزيئات صغيره اسمها المونيمرات اتحدت مع بعض وكونت ما بينها روابط كيميائيه عشان تكون جزيء كبير اسمه البوليمرات. طب العمليه دي اسمها عمليه البلمره. طب الكربوهيدرات كانت كده جزيئات كبيره اتكونت من اتحاد جزيئات صغيره، الليبيدات كانت كده جزيئات كبيره اتكونت من اتحاد جزيئات صغيره. ركز بقى معايا في الحته اللي جايه. الفكره في اللي جاي ايه؟ في ان انت الكربوهيدرات كان الجزيء الصغير اسمه سكر احادي، في الليبيدات كان الجزيء الصغير اسمه الاحماض الدهنيه، اما في البروتينات الجزيء الصغير اسمه الاحماض الامينيه. يعني وحده بناء اللي بالبروتينات هي الاحماض الامينيه، مونيمرات البروتينات هي الاحماض الامينيه. تعال بقى نتكلم عن التركيب الكيميائي للبروتينات. يعني ايه تركيب كيميائي؟ انواع العناصر الداخله في تركيب البروتين. انواع العناصر اللي معانا النهارده 4: كربون، هيدروجين، اكسجين، نيتروجين. يعني البروتين، اي بروتين خلقه ربنا، اي بروتين في اي خليه في اي كائن حي بيتكون في الاساس من 4 انواع من العناصر بشكل اساسي: كربون، هيدروجين، اكسجين، نيتروجين. يعني لا في مفيش اقل منين من الاربعه دول. عمرك ما هتلاقي بروتين ما فيهوش نيتروجين، عمرك ما هتلاقي بروتين ما فيهوش اكسجين، عمرك ما هتلاقي بروتين ما فيهوش هيدروجين، عمرك ما هتلاقي بروتين ما فيهوش كربون. وده على عكس اللي كنا بنقوله في الليبيدات والكربوهيدرات، لان دول كانوا بيتكونوا بشكل اساسي من 3 عناصر: كربون، هيدروجين، اكسجين فقط. خلاص تمام يا صديقي؟ يبقى احنا دلوقتي عرفنا التعريف وعرفنا كمان التركيب الكيميائي. تعال بقى ندخل للجزئيه اللي بعد كده، اللي هي التركيب الجزيئي. يعني ايه تركيب جزيئي؟ ده اللي هنعرفه في الجزئيه اللي جايه. ما هو التركيب الجزيئي للبروتينات؟ اولا كلمه بروتين مصطلح يطلق على جزيء كبير. الجزيء الكبير ده اتكون من اتحاد عده جزيئات صغيره. الجزيئات الصغيره احنا هنا بنسميها الاحماض الامينيه. فبالتالي التركيب الجزيئي للبروتينات هو عباره عن اتحاد الاحماض الامينيه مع بعضها. عباره عن ايه؟ عباره عن اتحاد الاحماض الامينيه معا. تاني كده، عباره عن اتحاد الاحماض الامينيه مع بعضها. فبيقول لك البروتينات لها وزن جزيئي كبير. يعني ايه؟ يعني فيها كربون كتير، وده لانها بتتكون من عده احماض امينيه، بتتكون من عدد كبير من الاحماض الامينيه. يبقى البروتينات هي ذات وزن جزيئي مرتفع. ليه؟ بسبب انها تتكون من احماض امينيه كتيره. طب ازاي الاحماض الامينيه دي بتتحد مع بعض؟ وما هو الحمض الاميني؟ دي حاجات كلها نعرفها دلوقتي. يبقى تاني كده سريعا: رقم 1، تعريف البروتينات: جزيئات بيولوجيه كبيره تتكون من اتحاد جزيئات صغيره اسمها الاحماض الامينيه. ما هي وحده بناء البروتينات؟ الحمض الاميني. ايه هو التركيب الكيميائي للبروتين؟ كربون، هيدروجين، اكسجين، نيتروجين فقط؟ لا مش فقط، ولكن هم دول الاساسيين. في بروتينات بيبقى فيها اكتر من كده، وفي بروتينات بيبقى فيها الاربعه دول بس. ما هو التركيب الجزيئي للبروتينات؟ اللي هو البروتين بيبقى عباره عن جزيء كبير بيتكون من اتحاد جزيئات صغيره اسمها الاحماض الامينيه. عشان كده البروتينات ذات وزن جزيئي مرتفع، يعني فيها عدد كبير من ذرات الكربون. هنتعرف دلوقتي، طبعا هنا بيوضح لك ان دول احماض امينيه
ولما بيتحدوا مع بعض بيبقوا جزيء واحد اسمه البروتين. كأنك جبت شويه مكعبات، فالمكعبات دي اللي هي المونيمرات، وربطت المكعبات دي ببعض فبقت المكعبات دي كتله واحده اسمها بوليمر. اهو المكعبات دي هي الاحماض الامينيه، والحيطه اللي هتتكون من المكعبات دي اللي هي البروتين. طيب تعالى دلوقتي نتعرف الاول على تركيب الحمض الاميني، بعد كده نتعرف ازاي الاحماض الامينيه دي بتتحد مع بعض عشان تكون بروتين. ناخد بس صفحه فاضيه كده. تمام، ركز معايا. بص يا صديقي، اي حمض اميني في الدنيا، الاحماض الامينيه على فكره كتيره جدا عشان تبقى واخد بالك، يعني الاحماض الامينيه في العموم عددها كتير. خلاص، الاحماض الامينيه، وهقول لك ليه سموها احماض امينيه دلوقتي. في منها نوعين، في منها احماض امينيه بروتينيه، وفي منها احماض امينيه غير بروتينيه. وخد بالك من الحته دي، عشان في ناس متخيله ان الاحماض الامينيه 20 نوع فقط. اقول لك لا، هم مش 20، هم اكتر من 20. ولكن الاحماض الامينيه اللي بتدخل في تكوين البروتين، اللي ليها دور في تكوين البروتين، هم 20 نوع. تمام، اسمهم احماض امينيه بروتينيه. اما الاحماض الامينيه اللي ما بتدخلش في تكوين البروتين، امال ايه وظائفها؟ لها وظائف ثانيه غير تكوين البروتين. تمام، فهي كتيره جدا، اكتر من 20. عشان كده لما باجي اسالك عدد الاحماض الامينيه تقول لي اكتر من 20، لكن لما اجي اقول لك عدد الاحماض الامينيه التي تدخل في تكوين البروتين فهم 20 نوع فقط. طب تعالى بقى نتعرف على تركيب الحمض الاميني. الحمض الاميني بيتكون من ايه؟ ركز كده معايا. الاحماض الامينيه على فكره متشابهه جدا في تركيبها الكيميائي، متشابهه جدا في التركيب الكيميائي والشكل الفراغي. تعالى بس نشوف. ذره كربون مركزيه، وطبعا انتوا عارفين ان الكربون تكافؤ رباعي، اخدتوا ده في الكيمياء، فبالتالي ادي رابطه، الثانيه، الثالثه، الرابعه، ده اسمه تكافؤ رباعي، 4. تمام كده، خلاص روابط. اللي من فوق دي دايما بترتبط بالهيدروجين. خلاص، دايما بترتبط بمين؟ بالهيدروجين. اللي من هنا بترتبط بمجموعه حمضيه، مجموعه عضويه حمضيه اسمها مجموعه الكربوكسيل، سي دبل بوند او اتش، او ممكن تكتبها كده سي او اتش. يعني كتبتها بالطريقه دي او كتبتها بالطريقه دي، ففي كلا الحالات هي مكتوبه صح. تمام، هنا ده طريق اختصار وهنا ده شكلها في الفراغ. دي اسمها مجموعه كربوكسيل حامضيه، وهي ليها دور كحمض، هي اللي بتخلي الحمض اسمه مسمينه حمض امين، لانه حمض لان فيه مجموعه كربوكسيل. خلاص، طيب تيجي بقى للرابطه دي اللي على اليمين كربوكسيل، طب واللي على الشمال بترتبط بمجموعه اسمها مجموعه الامين. مجموعه مين؟ الامين. مجموعه الامين اللي هي NH2 بتتكتب كده، بص ركز معايا، NH2 H2N. يا مستر احنا المفروض نكتبها كده NH2. اقول لك لا، تخيل معايا كده ان انا كتبتها زي ما انت عايز كده. انت هنا بص، تخيل معايا بقى، هكتبها زي ما انت عايز NH2. فلو واحد مش فاهم هيتخيل ان الكربون مرتبط بالايه؟ بالهيدروجين، والهيدروجين هو اللي مرتبط بالنيتروجين. لا، غلط، ده مش صح. احنا بنكتبها كده ليه؟ عشان اساسا الكربون مرتبط بالنيتروجين، والنيتروجين مرتبط بالهيدروجين، باثنين هيدروجين NH2. عشان كده بنكتب ال N ملاصقه للسي، وال H2 مكتوبه بعد ال N. طب لو هتكتبها من هنا هتتكتب NH2 عادي، لكن لو هتتكتب من الشمال بتكتب H2N. خلاص، في اي مشكله؟ دي مجموعه كربوكسيل حامضيه. دي بقى يا صديقي اسمها مجموعه الامين القاعديه، اللي هي تخلي الحمض الامين يعمل كقاعده، كانه قاعده. يبقى الحمض الاميني في مجموعه كربوكسيل حامضيه وفي مجموعه امينيه قاعديه، عشان كده سميناه حمض اميني. حمض اميني، حمض اميني، وانت فاهمني؟ حمض عشان الكربوكسيل، واميني عشان مجموعه ايه؟ الامين. تقول لي يا مستر طب ما هو الكربون رباعي كده ما ارتبطش غير بثلاث حاجات. هقول لك بص يا صديقي، ال 20 نوع من الاحماض الامينيه اللي بيدخلوا في تكوين البروتينات كلهم فيهم كربوكسيل وامين وهيدروجين وكربون. امال الاختلاف فين؟ طب هم كلهم كده شبه بعض. اقول لك لا، الاختلاف بقى في الرابطه الرابعه دي. الرابطه الرابعه دي بترتبط بمجموعه اسمها مجموعه الالكايل. اسمها مجموعه مين؟ مجموعه الالكايل.
ايه مجموعه الالكايل؟ هي عائله من المركبات العضويه. تمام كده، خلاص هتدرسها لما تدخل ثالثه ثانوي ان شاء الله. المهم ان في يعني دي عيله بتضم مجموعه من الايه؟ من المركبات. خلاص. المهم ان مجموعه الالكايل دي في منها انواع كتيره. خلاص. كل ما اختلف النوع كل ما اختلف نوع الحمض الاميني. يعني مثلا لو اعتبرنا مثلا ان R1 ده نوع، فكده ده حمض اميني. لو غيرنا R1 وخليناها ايه؟ R2 مثلا، كده مجموعه الالكايل اتغيرت وبالتالي الحمض الاميني اتغير. R3 R4 كل ما تغيرت مجموعه الالكايل اتغير نوع الحمض الاميني. عشان كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان ال 20 نوع من الاحماض الامينيه متشابهين في الكربوكسيل والامين والهيدروجين، مختلفين في مجموعه الالكايل. عشان كده دي بنسميها مجموعه محدده. مجموعه ايه؟ محدده. ليه محدده يا مستر؟ لانها تقوم بتحديد نوع الحمض الاميني. يعني انت بتحدد نوع الحمض الاميني من خلال مين؟ مجموعه الالكايل. خلاص. عندنا 20 نوع من الاحماض الامينيه بتدخل في تكوين البروتين. ال 20 نوع دول كل نوع منهم مختلف عن الثاني في مجموعه الالكايل. تمام. ال 20 نوع في منهم 19 كل واحده منهم بمجموعه الكايل مختلفه. يعني 19 نوع من الاحماض الامينيه كلهم فيهم مجموعات الكايل مختلفه عن بعض. يعني فيهم 19 مجموعه مختلفه من الالكايل. طب ما انت قلت لي 20، ازاي 19 بس اللي فيهم مجموعه الكايل؟ ما في حمض اميني ما فيهوش الكايل. ازاي ده؟ الحمض الاميني ده ما فيهوش الكايل. طب امال الكربون مرتبط بمين؟ مرتبط بذره هيدروجين. الحمض ده اسمه حمض الجليسين. حمض الجليسين او الجلايسين على حسب ما تكتبها. الجليسين بنقول عليه ابسط انواع الاحماض الامينيه. هو ابسط نوع من انواع الاحماض الامينيه، وده لانه لا يحتوي على مجموعه الكايل، بيحتوي فقط على ذره هيدروجين. يبقى انا عندي 20 نوع من الاحماض الامينيه، 19 بيحتوي على مجموعات الكايل مختلفه، وحمض اميني لا يحتوي على الكايل، يحتوي على ذره هيدروجين اللي هو الجلايسين، وده نوع ابسط انواع الاحماض الامينيه. خلاص. طيب ملحوظات كده سريعه في الجزئيه دي. تمام، وركز معايا فيها. اول حاجه مجموعه الكربوكسيل ومجموعه الامين هي مجموعات وظيفيه. يعني ايه مجموعه وظيفيه؟ يعني لها وظيفه. دي وظيفتها حامضيه ودي وظيفتها قاعديه. ده رقم واحد. كمان بنقول عليها مجموعات طرفيه لانها تتواجد ناحيه الاطراف. دي موجوده طرف يمين ودي موجوده طرف شمال، فهي ممكن تقول عليها مجموعات طرفيه، ممكن تقول عليها مجموعات ايه؟ وظيفيه. فدي دول اسمهم مجموعات وظيفيه ومجموعات طرفيه. دي اسمها مجموعه ايه؟ مجموعه محدده تحدد نوع الحمض الاميني. خلاص. في اي مشكله؟ مفيش اي مشكله. احنا كده درسنا تركيب الحمض الاميني، عرفنا عدد الاحماض الامينيه اللي بتدخل في تكوين البروتين، عرفنا كمان الاحماض الامينيه اللي فيها مجموعات الكايل 19 والاحماض الامينيه اللي ما فيهاش مجموعات الكايل. اني بروبلم يا صديقي؟ في اي مشكله؟ الموضوع بسيط. بص يا صديقي، ركز معايا بقى عشان الكلام اللي هقوله ده مهم جدا. خلاص. احنا درسنا تركيب الاحماض الامينيه. عايزين نعرف بقى ازاي ممكن حمض اميني يتحد مع حمض اميني اخر ويكونوا حاجه اسمها الرابطه الببتيديه عشان يكونوا بروتين. ده اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي في تركيب مين؟ ركز بقى معايا. علشان تفهم ازاي البروتينات بتتكون او ازاي الاحماض الامينيه بتتحد مع بعض، خلينا افكرك بفهمك للتفاعل الكيميائي. ان التفاعل الكيميائي في الدنيا عباره عن كسر روابط وتكوين روابط جديده. فركز معايا وافهم الدنيا ماشيه ازاي. انا هرسم لك دلوقتي حمضين امينيين وافهمك ازاي بيتفاعلوا مع بعض. ده حمض اميني اهو، ادي ذره كربون، ادي دي مجموعه كربوكسيل. خلاص. ادي دي مجموعه الامين، وادي دي مجموعه الالكايل، وادي ذره الهيدروجين. الناحيه الثانيه ادي دي كربونه، ادي دي مجموعه الامين، ادي دي مجموعه الالكايل R1 هنا R2، وادي دي مثلا هيدروجينه، وادي دي مجموعه الكربوكسيل. ركز بقى معايا، هنا علامه زائد. ده جزيء منفصل، جزيء حمض اميني، وده جزيء حمض اميني منفصل. عشان تفهم الموضوع بيمشي ازاي لازم تفهم الاول ان انت عشان تقدر ان انت تكون رابطه لازم الاول تكسر روابط. فهنكسر الرابطه بتاعه الهيدروجين.
انت فاهمني؟ هتكسر ايه؟ الرابطه بتاعت الهيدروجين. وهنا هتكسر الرابطه بتاعت الاو اتش. خلاص؟ زي ما اخدت فين؟ في الكيمياء ان الهيدروجين بيطير يبقى اتش موجب، والاو اتش بتطير تبقى او اتش سالب، والايون الموجب لما يتحرر هيسيب مكانه شحنه سالبه، والاو اتش السالب الايون السالب لما بيتحرر بيسيب مكانه شحنه موجبه. خلاص؟ طيب سالب مع موجب ده ناقص رابطه وده ناقص رابطه، يحصل تجاذب وتتكون رابطه ما بين الكربونه وما بين ذره النيتروجين. فبالتالي الرابطه اللي اتكونت دي ربطت الحمض الاميني اللي هو R2 بالحمض الاميني اللي هو R1، والاثنين بقوا جزيء واحد اسمه ايه؟ بروتين. خلاص؟ الرابطه اللي اتكونت دي اسمها رابطه بيبتيديه. وتكوين الرابطه البيبتيديه بينتج عنه خروج اتش موجب و اتش سالب، الاثنين بيتحدوا مع بعض ويكونوا H2O، بيكونوا جزيء ماء. يبقى كل رابطه بيبتيديه هتكونها هينتج عنها ناتج ثانوي اللي هو الميه. يبقى لما تيجي تحب تكتب معادله، تمام، لما تيجي تحب تكتب معادله، سوري معلش، لما تحب تكتب معادله تكتب ايه؟ حمض اميني زائد حمض اميني، خلاص، هيتحدوا مع بعض في وجود انزيمات البلمره، هيدونا بروتين وهيدونا ماء. لما تيجي تحسب بقى مثلا لو البروتين ده فيه عدد كبير من الاحماض الامينيه، فتعمل ايه؟ عشان تحسب عدد جزيئات الميه وتحسب عدد الروابط، N ناقص 1. N ده عدد الاحماض الامينيه او عدد المونيمرات. فمثلا لو احنا هنكون بروتين من 10 احماض امينيه، هيحصل ايه؟ هيطلع كام جزيء ميه؟ هنكون كام رابطه بيبتيديه؟ 10 احماض امينيه، يعني N بتساوي 10، يبقى 10 ناقص 1 يساوي 9. يبقى يتكون عندك 9 جزيئات ماء، هيتكون عندك 9 روابط بيبتيديه. خلاص، ده كده الطريقه اللي بتتكون بيها البروتينات. في اي مشكله في الكلام اللي انا بقوله؟ مفيش اي مشاكل ان شاء الله. ادي ده توضيح كده بسيط. لحظه بس نرجع للصفحه اللي فاتت. تمام، ده توضيح بسيط كده لجزئيه ايه؟ اتحاد الاحماض الامينيه مع بعض، وازاي بتكون بروتينات وتركيب الحمض الاميني. ندخل بقى نحل اسئله اختبر نفسك على الجزء ده. تمام، طبعا هنا ده تركيب حمض الجلايسين زي ما شرحناه، وده كده احماض امينيه بتحتوي على مجموعات الكايل، يعني الحمضين الامينيين دول شبه بعض بس دي مجموعه الكايل مختلفه عن دي، فعشان كده الحمضين الامينيين مختلفين. اختبر نفسك في رقم 9 بيقول لك ايه؟ اختر الاجابه الصحيحه. ما الصوره النهائيه عن هضم وجبه غذائيه مكونه من فول؟ خد بالك لما يقول لك فول بس ويسكت يبقى يقصد الفول المدمس، ده بروتين، لكن لو قال فول سوداني فدي زيوت. ففول هتبقى بروتين، بالتالي الناتج النهائي يبقى احماض امينيه. تمام، زبد يعني دهون، فالناتج النهائي يبقى احماض دهنيه وجليسرول. خبز هيبقى ايه؟ نشا، والنشا لما بتتهضم بتدي جلوكوز. يبقى هتبقى من قبل ما ابص على الاختيارات احماض امينيه، احماض دهنيه وجليسرول، ابقى في الاخر هتبقى جلوكوز، فتبقى الاجابه رقم د. خلاص، في اي مشكله في الكلام ده؟ مفيش اي مشاكل ان شاء الله. ندخل على الجزء اللي بعده. ده طبعا الجزء بتاع البناء، وبشرح لك هنا العمليه نفسها. بيقول لك ان تنشا الرابطه الابتدائيه ما بين مجموعه الكربوكسيل زي ما شرحت لك ومجموعه الامين، وذلك عن طريق نزع جزيء ميه مجموعه او اتش من الكربوكسيل زي ما طلعناها، وايون الهيدروجين من مجموعه الامين. وهنا طبعا الحمضين الامينيين. ولو جيت هنا بصيت في الصفحه اللي بعدها هتلاقي المعادله كامله اهي. بص، تفاعل نزع ماء. خلاص، ادي ايه؟ الرابطه اللي اتكونت ما بين الامين اهي وما بين الكربون، النيتروجين والكربون، مركب ثنائي البيبتيد اللي هو بروتين وجزيء ماء. خلاص، احنا كده فهمنا بناء البروتينات. في اي مشكله في الجزء ده؟ مفيش اي مشاكل ان شاء الله. نكمل رحلتنا في فهم البروتينات. الموضوع سهل وبسيط، محتاج منك بس انك تركز دلوقتي وتدون الملاحظات وماسك كتاب الامتحان معايا عشان تقدر تفهم اكتر واكتر. يلا بينا بقى من الجزء اللي جاي. الجزء الثاني اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي بيتكلم عن تصنيف الاحماض الامينيه. احنا عندنا الاحماض الامينيه بيبقى ليها تصنيفين، تصنيف على حسب التركيب الجزيئي وتصنيف على حسب التركيب الكيميائي.
قبل كده اخذنا تصنيف الكربوهيدرات كان على حسب التركيب الجزيئي، واخذنا تصنيف الليبيدات كان على حسب التصنيف التركيب الكيميائي. دلوقتي هناخد تصنيفين للبروتينات. اول حاجه التصنيف على حسب التركيب الجزيئي، عدد الاحماض الامينيه اللي بتدخل في تركيب مين وفي تركيب البروتين. لو هم حمضين امينين بس فده اسمه ثنائي البيبتايد. اسمه ايه؟ ثنائي البيبتايد. تمام؟ حمض يعني بيكون رابطه بابتدائيه واحده وبيبقى حمضين امينيين ويطلع جزيء ميه واحد، ده اسمه مركب او بروتين ثنائي البيبتايد. اما بقى لو بيتكون من اكتر من اثنين، يعني في عده جزيئات من الاحماض الامينيه بتتحدث مع بعض، يبقى ده اسمه عديد البيبتيد، سلسله عديد البيبتيد. خلاص، يبقى انا دلوقتي عندي توصيفين لسلاسل البروتين، سلسله ثنائيه وسلسله عديده. خلاص، العديد القانون بتاعه اللي هو n-1 زي ما قلت لك كده. هنا كده كده السلسله الواحده بيبقى ايه؟ ليها حمض اميني، حمضين امينين ورابطه بابتدائيه واحده. ننقل بعد كده للتصنيف الثاني، وهو التصنيف اللي على حسب التركيب الكيميائي. بس قبل ما نروح للتصنيف اللي على حسب التركيب الكيميائي، في سؤال هقوله لك او في معلومه هقولها لك هتشغل دماغك فيها. ايه هي؟ تعرف ان احنا على الرغم ان احنا عندنا 20 نوع فقط من الوحدات البنائيه للبروتين اللي هي الاحماض الامينيه البروتينيه، الا ان احنا عندنا مئات الانواع من البروتينات. ازاي؟ يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انت على الرغم من ان مفيش تنوع كبير في انواع الوحدات البنائيه الا انواع البروتين كتير قوي. طب ايه الفكره؟ الفكره بتكمن في ايه؟ ان عشان يحصل اتحاد ما بين الاحماض الامينيه، يعني عشان تكون سلسله بروتين، فالسلاسل مش لازم تكون من نفس الاحماض الامينيه. لا، مش لازم تكون من نفس النوع. يعني مش لازم عشان اكون سلسله مثلا من سلسله بروتينيه مش لازم يكون كل الاحماض اللي فيها نفس النوع. النوع البروتين بيتغير لو اتغير عدد الاحماض الامينيه في السلسله، حتى لو كلهم نفس النوع، او لو هم كانوا نفس العدد واتغير ترتيبهم هيغير نوع البروتين، او لو فضلوا زي ما هم بنفس الترتيب وبنفس الانواع وغيرنا الشكل الفراغي تمام كده خلاص بتاعهم، دي كلها اسباب تغير نوع البروتين. تعال نديك مثال كده بسيط عشان ايه يبين معاك الدنيا. ركز كده معايا. وليكن مثلا انا عندي نوعين 3 انواع من الاحماض الامينيه، نوع A وB وC. دول 3 احماض امينيه، كل حمض منهم من نوع مختلف غير التاني. تقدر عايز اقول لك ان ال3 دول انا اقدر اعمل منهم 6 انواع مختلفه من البروتين. تقول لي ازاي؟ بص يا صديقي، الاول هبدا بالبروتينات الثنائيه اللي هي السلاسل اللي فيها حمضين امينين بس. ممكن احط الاي مع البي فيعملوا لي نوع. ادي نوع ده بروتين وليكن بروتين الف مثلا. ممكن اعمل ايه بقى؟ اجيب الاي مع السي، ادي نوع تاني بروتين ب. تفهمني؟ ممكن اخد البي مع السي، ادي نوع تالت ده بروتين ج مثلا. ادي دول 3 انواع من البروتين باستخدام ال3 احماض امينيه بس. طب لو انا عايز اعمل بقى سلاسل عديد ببتيد مش ثنائي بس، لا انا عايز اعمل كمان عديد، عادي جدا. اربط الاي بالبي بالسي، ادي نوع. ممكن تبدلهم، تغير الترتيب، العدد هو يعني انت لما هنا اي بي لما غيرت العدد وخليتهم اي بي سي نوع البروتين اتغير. هنا اي بي سي خليهم زي ما هم نفس العدد، غير في الترتيب، هات البي مكان السي فتبقى اي سي بي، ادي نوع ثالث، نوع تاني او نوع خامس كمان. ممكن تجيب البي مكان الاي فتبقى بي اي سي، ادي نوع ايه؟ نوع سادس. فانت لما غيرت العدد نوع البروتين اتغير، لما غيرت ترتيب الاحماض الامينيه نوع البروتين اتغير. لو غيرت الشكل الفراغي، يعني ايه الشكل الفراغي؟ يعني مثلا جبت هنا مثلا لو احنا مثلا هناخد بروتين بقى مش ثلاثي، هناخد اكتر من ايه؟ من 3، هناخد 4 مثلا. فمثلا هتاخد دي مثلا بقى. لا سيبك من دي، انا هديها لك بشكل احسن. خلاص؟ هقول لك ان انت معاك 4 احماض امينيه او 5 احماض امينيه كلهم من نفس النوع، يعني ال5 كلهم نفس النوع، اللي هو مثلا كلهم من النوع ايه مثلا. ممكن تربط الايه ايه ادي عملوا بروتين. ممكن تحش بروتين منهم، حمض اميني منهم، كده انت غيرت نوع البروتين. حش واحد تاني غيرت نوع البروتين.
ممكن تخليهم هم زي ما هم الخمس احماض امينيه، بس تغير في الشكل. تجيب مثلا ايه مع ايه مع ايه، وتحط ايه هنا وايه هنا، فانت غيرت في شكلهم الفراغي. شكل الفراغ بتاعهم اتغير، هم الخمس احماض امينيه اللي كانوا في السلسله الاولانيه، ولكن اتغير شكلهم الفراغ، نوع البروتين اتغير. فتنوع البروتينات بيجي لايه؟ لتنوع الاسباب اللي بتغير نوع البروتين. تغير عدد الاحماض الامينيه او ترتيبها او نوعها او حتى شكلها في الفراغ، كل دي اسباب تؤدي الى تغير نوع البروتين الناتج اللي هيتكون. تمام؟ عشان كده هناك تنوع كبير في انواع البروتينات، على الرغم من ان عدد الاحماض الامينيه كلهم اللي بيدخلوا في تكوين البروتين 20 نوع فقط. تمام؟ في اي مشكله في الكلام ده؟ مفيش اي مشاكل. طيب حاجه بس اخيره، ملحوظه اخيره، في ناس ممكن تقول لي بدل ما نقول اي بي سي نقول سي بي اي. هقول لك غلط، لان اي بي سي هي نفسها هو نفسه البروتين اللي سي بي اي. لما اقول لك ابداها من اليمين للشمال هي زيها زي لما ابدا من الشمال لليمين، ما تفرقش. تمام؟ عشان بس ايه، الناس ممكن تخمن بقى ان ممكن لا هم 6 لما يكونوا 3 انواع مختلفه فاخرهم 6. تمام؟ 3 عديد ببتيد و3 ثنائي الببتيد. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ ندخل بقى على الجزئيه اللي بعد كده، وهي جزئيه تصنيف البروتينات على حسب نوعها. تصنيف البروتين على حسب ايه؟ على حسب نوعها. تمام؟ طيب قبل تصنيف البروتينات، سوري معلش، في برضه ايه جزئيه برضه مهمه هنشرحها، اللي هي الكي بوينتس دي، فيها برضه معلومتين مهمين. تسلك الاحماض الامينيه سلوك الاحماض والقواعد. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني لو دخلتها تفاعل مثلا مع قاعده تقدر تتفاعل كانها حمض وتدي ملح وميه. لو دخلتها مثلا تفاعل مع حمض فهي تقوم بدور القاعده، فيبقى الحمض الاميني هنا يعمل كقاعده، وقاعده مع حمض ملح وميه اللي هو تفاعل التعادل. فهي تسلك سلوك الاحماض وتسلك سلوك القواعد. وده ليه؟ لان انت عندك مجموعتين وظيفيتين، واحده حامضيه تقوم بدور الحمض اللي هي الكربوكسيل، واحده قاعديه اللي هي بتقوم بدور القاعده واللي هي مجموعه الامين. تمام؟ خلاص؟ طيب عدد الروابط الببتيديه طبعا احنا قلناها، اللي هو عدد يساوي عدد جزيئات الماء يساوي n ناقص 1، اللي هو عدد الاحماض الامينيه ناقص 1. بيقول لك بص بقى، خد بالك من المعلومه دي معلش. في سلسله عديد الببتيد عدد مجموعات الكربوكسيل الحره يساوي عدد مجموعات الامين الحره يساوي 1. يعني ايه؟ بص يا صديقي، دي سلسله. ايه مجموعات الكربوكسيل الحره؟ اللي هي اخر السلسله بيبقى فيه مجموعه كربوكسيل. مثلا انا عندي ايد يمين وايد شمال، جه جماعه اصحابي وعملوا طابور. عملنا طابور مع بعض، كل واحد يمسك في ايد اللي جنبه. فمهما كان الطابور ده بيتكون من 5000 شخص، 5 اشخاص، 10، 20 شخص، في النهايه اخر واحد من على الشمال هتبقى عنده ايد شمال واحده حره. يعني السلسله الطويله العريضه دي ما فيهاش غير ايد شمال واحده حره، بقيه الايادي الشماليه مرتبطه. وعلى اقصى اليمين هيبقى في ايد يمين واحده بس حره، اللي هي اخر واحد من على اليمين. يبقى مهما كان عدد الاحماض الامينيه في السلسله بتاعه البروتين، ففي النهايه هناك مجموعتان حرتان، واحده كربوكسيل واحده امين. يبقى عدد المجموعات الحره في اي بروتين هو 2. عدد مجموعات الكربوكسيل الحره يساوي 1 والامين 1. يبقى انت عدد المجموعات الحره ايه؟ 2، واحده كربوكسيل واحده ايه؟ امين. خلاص؟ في اي مشكله في الكلام ده؟ هنا بيشرح لك الحته دي، بيقول لك اهو دي مجموعه كربوكسيل ودي كربوكسيل ودي كربوكسيل، بس دي مرتبطه ودي مرتبطه ودي مرتبطه، فيبقى ما فيش غير واحده بس حره. زود عدد الاحماض الامينيه براحتك، في النهايه هي واحده بس، الرقم ثابت. نفس الكلام بالنسبه للامين، دي الوحيده اللي حره، دي مرتبطه ودي مرتبطه ودي مرتبطه. تمام؟ فبالتالي مهما كان عدد الاحماض الامينيه، في النهايه عدد مجموعات الكربوكسيل الحره بواحد وعدد مجموعات الامين الحره بواحد. خلاص؟ ندخل بقى على التصنيف. قبل التصنيف هنحل اختبر نفسك. سؤال اختبر نفسك رقم 10 بيقول لك اي مما يلي يسلك سلوك الاحماض والقواعد معا. طبعا ما بيعملش كده غير الاحماض الامينيه، تبقى الاجابه الاحماض الامينيه. كم عدد جزيئات الماء الناتجه من اتحاد 5 احماض امينيه؟ 5 ناقص 1 فتبقى 4. يمكن لنوعين متشابهين من الاحماض الامينيه ان يكونا. طبعا نوعين متشابهين ممكن يكونوا هو خد بالك نوعين متشابهين. تمام كده؟ خلاص؟ من الاحماض الامينيه، ما قالكش ان هم دول حمضين امينيين،
وقال لك نوعين، فممكن يكونوا ثنائي وممكن يكونوا عديد ببتيد، فتبقى الاجابه د. تقول لي ازاي؟ بص يا صديقي، انا هاخد A و B دول نوعين، انا ما قلتلكش ان هم حمضين، انا قلت لك نوعين، يعني ممكن يكون 5 من النوع ده و5 من النوع ده، في النهايه هم نوعين، ممكن يكون 10 من النوع ده، في النهايه هم نوعين. فانت لو اخدت A مع B ادي ده ثنائي، وممكن تاخد A B B، فيبقى ايه؟ يبقى عديد. فانت ممكن تكون ثنائي بنوعين، ممكن تكون عديد برضه بنوعين، لان هو ما ادكش هنا عدد الاحماض. لو قال لك يمكن لنوعين لحمضين متشابهين، حمضين بقى، هو هنا حدد لك نوع، لكن هو قال لك هنا نوعين، فعدد الاحماض مفتوح، لكن الانواع نوعين فقط، فتبقى ثنائي وعديد بالتي. كم عدد مجموعات الامين الحره ايا كان نوع الحمض الاميني فهي واحد، تبقى الاجابه ايه؟ بواحد. ولو الكربوكسيل كنت هختار واحد. طب لو ما حددليش الامين وقال لي عدد المجموعات الحره بدون تحديد هتبقى 2. طيب نروح بقى لتصنيف الليبيدات. تصنيف البروتينات سوري ولا ايه؟ ما تيجي تصنف البروتين، احنا صنفنا الاول على اساس التركيب الجزيئي لثنائي وعديد، هنصنف النوع الثاني من التصنيف اللي هو التصنيف على حسب التركيب الكيميائي، المواد التي تدخل في بناء البروتين. هل هو احماض امينيه فقط وبالتالي هيبقى اسمه بروتين بسيط، ولا في مواد تانية بترتبط بالاحماض الامينيه فهيبقى اسمه بروتين مرتبط؟ ودي بروتينات وظيفيه مهمه جدا. نبدا الاول بالبروتينات البسيطه اللي هي عباره عن احماض امينيه بس، ودي بيكون تركيبها الكيميائي كربون هيدروجين اكسجين نيتروجين فقط لا غير. ودي ما عليكش في المنهج غير مثال واحد اللي هو بروتين الالبيومين. الالبيومين هو بروتين بسيط موجود في الدم، في بلازما الدم بتاعه الانسان، وموجود كذلك في النباتات في البذور والاوراق. وده مهم جدا عشان ينظم اسموزيه الجسم. يعني ايه ينظم اسموزيه؟ ينظم توزيع السوائل في جسمنا، بحيث ان السوائل ما تتراكمش في حته معينه في الجسم. فهنا مثلا بيقول لك يصنع بروتين الالبومين في الكبد، في الانسان بيصنع في الكبد. المعلومه دي مالكش علاقه بيها ولا تخصك ولا هتسال فيها اساسا، بس هو بيزود لك يعني يقوم بدور هام في تنظيم الضغط الاسموزي بين الدم والانسجه عشان يمنع تسرب السوائل. يعني بالبلدي كده يحافظ على ايه؟ على ان الدم يمشي جوه الاوعيه الدمويه، ما يتراكمش في منطقه معينه في جسمك. مثلا انت بتشرب الميه، فالميه دي بتتوزع في الجسم كله، والدم بيتوزع في الجسم كله، ما بيتراكمش في ناحيه معينه. ليه؟ لان الضغط الاسموزي بتاع جسمك كله منتظم، عشان كده ما بيحصلش تراكم للسوائل في منطقه معينه. مين اللي بيحافظ على توزيع السوائل في الجسم؟ هو الالبومين. نفس الكلام برضو بالنسبه للنبات، بيحافظ على توزيع السوائل في اجزاء النبات المختلفه. هو مين؟ هو الالبومين، بس موقعه في النبات اوراق وبذور، ولكن موقعه في الانسان بلازما الدم. خلاص، ده كده البروتينات البسيطه، سهله وبسيطه. النوع الثاني من البروتينات هو البروتينات المرتبطه. يعني ايه بروتين مرتبط؟ يعني مش سنجل، يعني مش اعزم، مرتبط بحد. تمام، مرتبط بمين؟ بيبقى عباره عن احماض امينيه، بس مش بس، لا، احماض امينيه ارتبطت بعناصر ثانيه. يعني بالبلدي كده مش كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين فقط، لا، هو في عناصر ثانيه غير الاربعه دول. يعني مثلا لما تيجي تتكلم على البروتينات النوويه، ففي نوع من البروتينات النوويه اسمه الكروماتين. كروماتين، تمام، كان هندرسه قدام في الاحماض النوويه، هندرسه قدام في الباب الثاني. يعني الكروماتين ده بروتين نووي بينتج من اتحاد الاحماض الامينيه مع الدي ان اي. يعني الاحماض الامينيه بتتحد مع الدي ان اي بتكون حاجه اسمها الخيوط الكروماتينيه او بروتين الكروماتين. ده اسمه بروتين نووي، وده بروتين مرتبط. بيبقى فيه كربون هيدروجين اكسجين نيتروجين فوسفور. بيبقى فيه عنصر مين؟ الفوسفور، بالاضافه للاربعه الاساسيين. طيب تعال بقى للنوع الثاني من البروتينات اللي هو الالكازين، اللي هو بروتين الرضاعه او بروتين اللبن. وده بروتين فوسفوري. ليه سميناه بروتين الرضاعه؟ لانه موجود في اللبن بتاع الاطفال. تمام، وده بروتين مهم جدا عشان نمو الطفل. الطفل بيحتاجه عشان ايه؟ يحصل على الاحماض الامينيه اللازمه لبناء جسمه. طيب بيبقى عباره عن ايه التركيب الكيميائي؟ بيبقى عباره عن احماض امينيه، يعني كربون هيدروجين اكسجين نيتروجين، مرتبطه بعنصر الفوسفور. فبالتالي هو زي البروتين النووي، كربون هيدروجين اكسجين نيتروجين فوسفور. النوع الثالث من البروتين وهو بروتين هرموني اسمه السيروكسين. ده هرمون بيفرز من الغده الدرقيه، طبعا انت اخدته في ثالثه اعدادي. السيروكسين ده بروتين مهم جدا عشان نشاط الجسم والكلام ده كله، هو اللي بيخليك تحرق والدنيا دي. المهم ده بيبقى عباره عن احماض امينيه ارتبطت بعنصر اليود اللي موجود في الملح. طب فبالتالي تركيبه الكيميائي يحتوي على اليود، كربون هيدروجين اكسجين نيتروجين يود. النوع الرابع وهو اهم البروتينات المرتبطه اسمه الهيموجلوبين، بروتين خلايا الدم الحمراء، المسؤول عن نقل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون في جسمك.
ده بروتين الحديد، بيبقى عباره عن احماض امينيه ارتبطت بعنصر الحديد، وده بروتين احمر لونه احمر يعني، عشان كده كرات الدم لونها احمر. المهم ركز معايا، البروتين ده هو اللي يعني لو حصل فيه نقص هيحصل حاجه اسمها انيميا في الجسم. تمام، هو ايه لما بينقص بيتسبب في حدوث مين؟ الانيميا. خلاص، دي كده البروتينات المرتبطه وامثله عليها، والامثله دي لازم تتعرف بتركيبها الكيميائي، مصادرها موجوده فين في جسمنا، وكمان يا ريت لو اخدت المعلومات اللي انا قلتها لك بتاعه وظائف. في اي مشكله في الكلام ده؟ مفيش اي مشاكل. ندخل على اختبر نفسك. اول سؤال في اختبر نفسك بيقول لك اي الجزيئات البيولوجيه الكبيره التاليه لا يدخل في تركيب بعض اجزاء النبات. طبعا يبقى هو انت هتختار اي حاجه تركيبيه، اي بوليمر تركيبي. السليوز تركيبي، النشا تخزيني وليس تركيبي فبالتالي هتختارها. الفوسفوليبيدات تركيبي فتستبعدها. الالبومين تركيبي بيدخل في تركيب الاوراق والبذور الكلام ده كله فبالتالي هتستبعدها. تمام، لانه بيقول لك لا يدخل، يبقى انت هتختار اي حاجه مش تركيبيه. ينصح الاطباء مرضى الانيميا بتناول اطعمه غنيه بعنصر. طبعا انيميا يبقى عنده نقص هيموجلوبين، يعني عنده نقص حديد، فبالتالي لازم ياكل حاجه فيها حديد. يمكن علاج تضخم الغده الدرقيه، يعني هتفرز سيروكسين كتير والذي يسمى بالجويتر البسيط، عن طريق تناول اغذيه غنيه بعنصر طبعا اليود. تمام، اليود هنا عشان هو اليود بيدخل في تكوين السيروكسين والكلام ده كله فيعالج التضخم. وكده هنكون خلصنا اختبر نفسك. ندخل بقى على مين؟ أهمية البروتينات. بص يا صديقي، مش هبقى افهمك الموضوع. البروتينات دي من أهم البوليمرات في جسمك. الصبح تفطر بروتين، الغداء لازم يكون فيه بروتين، العشاء لازم يكون فيه بروتين، يومك كله لازم يكون فيه كل بروتين والعب في الطين. أنت فاهمني؟ بص يا صديقي، أهمية البروتينات تكمن في إيه؟ ركز كده معايا. البروتينات لها دورين، دور تركيبي ودور تنظيمي. يعني ايه دور تركيبي ودور تنظيمي؟ ناخد صفحه فاضيه كده افهمك الموضوع ماشي ازاي. تمام، دور تنظيمي في العمليات الحيويه، العمليات التفاعلات اللي بتحصل جوه الخليه ووظائف الخلايا والكلام ده كله. دور تركيبي يعني بتدخل في البنيه التركيبيه للجسم. تنظيمي عايز اقول لك ان الانزيمات كلها بروتينات. انزيمات جسمك كلها، كل الانزيمات الحيويه، كل الانزيمات عباره عن مواد بروتينيه. عندك الهرمونات اللي بتنظم العمليات الحيويه معظمها بروتين، معظمها وليس كلها. تمام، لان في هرمونات لبدايه. الهرمونات اللي بتنظم العمليات الحيويه معظمها بروتينات، والانزيمات اللي بتنشط العمليات الحيويه كلها بروتينات. يبقى هي لها دور مهم جدا في العمليات الحيويه. كمان لها دور كمان في البنيه التركيبيه. بص كده يا صديقي، ارجع كده خطوه لورا. بيقول لك ايه؟ تشكل البنيه التركيبيه لجميع اي كائن حي. بنيته التركيبيه اساسها بروتين، معظمها بروتين. تدخل في تركيب ووظائف جميع الخلايا، نباتيه حيوانيه بكتيريه ايا كان نوع الخليه. احد المكونات الاساسيه للغشاء الخلوي. لما ندرس الغشاء الخلوي في الفصل في الباب الثاني هتلاقي ان هو عباره عن فوسفوليبيدات وبروتينات. والكروموسومات اللي هي اللي بتنقل المعلومات الوراثيه، جزء رئيسي منها الكروماتين اللي هو بروتين مرتبط. العضلات، الاربطه، الاوتار، الاعضاء، الغدد، الاظافر، الشعر، كل دي اعضاء وانسجه في جسمك وتراكيب في جسمك تكوينها الاساسي من البروتين. طبعا في عناصر ثانيه، في مواد ثانيه زي الكربوهيدرات بس تكوينها الاساسي من البروتين. تدخل في تركيب الكثير من سوائل الجسم، وطبعا اهم سائلين عندك اللي هم الدم والليمف. احد يسالني الدم احنا عارفينه، الليمف ده اللي هو مين؟ بلازما الدم، نوع من انواع السوائل كده بيبقى في حاجه اسمها الجهاز الليمفاوي، وده سائل مناعي اكتر. هنعرفه في ثانيه سنه ان شاء الله. المهم ان هو بيبقى عباره عن بلازما الدم، يعني الدم من غير خلايا دم حمراء بالبلدي كده، اسمه ليمف. تمام، خلاص، برضه تكوينه الاساسي من البروتين. فانت بتتكلم على ان البروتين بنيتك جسمك تكوينه الاساسي من البروتين. عشان كده هو ضروري جدا لنمو الجسم. عشان جسمك ينمو لازم تاكل بروتين. عايز اقول لك على حاجه، تعرف هرمون النمو؟ طبعا تعرف، اللي هو ايه؟ بيخلي جسمك ينمو. عارف هو بيخلي جسمك ينمو ازاي؟ من ضمن الوظائف اللي بيقوم بيها ان هو بيزود تصنيع البروتين. فلما تصنع بروتين كتير جسمك يكبر. عشان كده دايما هتلاقي الطفل الصغير لازم يشرب لبن، لازم مش عارف ياكل ايه، اي حاجه لازم ياكل فيها بروتين، ياكل لحمه، الدنيا دي كلها. عشان ايه؟
عشان يوفر لنفسه الاحماض الامينيه اللازمه لبناء مين؟ البروتينات. فالبروتينات من اهم البوليمرات التركيبيه في جسمك. من اهم ليه؟ البوليمرات التركيبيه في الجسم. خلاص يا صديقي، ده كده اهميه مين؟ البروتينات. بيقول لك ايه؟ كل الانزيمات بروتينات، احنا قايلين ده، ولكن ليس كل الهرمونات بروتينات برضه قايلين ده، لان قلنا فيه هرمونات استرويديه، حيث ان بعض الهرمونات عباره عن استرويدات. تتكون شبكه العنكبوت، خد بالك عشان دي معلومه اضافيه، شبكه العنكبوت من خيوط بروتينيه. والحوافر والقرون، الحوافر دي اللي هي بتاعت الجمل والحصان والحمار والحاجات دي. والقرون اللي هي بتاعت الماشيه والوحيد القرن والحاجات دي. في الحيوانات بصوره اساسا، يعني الحوافر والازازه الاظافر، ما هي نفس التركيب، والاثنين تركيبهم الاساسي منين؟ من البروتين. خلاص تمام؟ في اي مشكله في الكلام ده؟ طب تعالى بقى بص، الملحوظه دي مهمه جدا توضح لك يعني ايه انسان بيخس. بص يا سيدي، يعتمد الجسم في الحصول على الطاقه على اكسده نواتج الهضم من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات. بمعنى، بص يا صديقي، انت دلوقتي بتاكل كربوهيدرات، اللي بدأت بروتينات، دي العناصر او الجزيئات الاساسيه في اكلك يعني. جسمك بيحصل على الطاقه، اول ما تاكل بتهضم مش عارف ايه، وبيحصل امتصاص، والاكل اللي انت اكلته ده بيروح في الدم. بنوصل الجسم لما بيعوز طاقه بيروح اول حاجه اكسد الكربوهيدرات، ما لقاش كربوهيدرات يروح ياكسد يحرق الدهون، طبعا جسمك يبدا يخس. خلص الدهون بقى وانت ما اكلتش، يحرق البروتينات، وطالما حرق البروتين هيبدا هنا ياثر على البنيه التركيبيه، على تركيب جسمك، وان يحصل ايه؟ انخفاض في نمو الجسم، يعني يبدا جسمك يخس بشكل كبير، اللي احنا بنسميه جسمك بدا يصفر. انت فاهمني؟ فده اسمه ضعف. فعشان كده من حكمه ربنا ان الجسم لما بيعوز طاقه بيروح رقم واحد لمين؟ للكربوهيدرات. في اي مشكله في الكلام ده؟ مفيش اي مشاكل. نيجي بقى نحل اختبر نفسك رقم 12. بيقول لي تتشابه البروتينات والليبيدات في ان كل منهما يدخل في تركيب بقى مين؟ طبعا الهرمونات. الانزيمات لا، لان البروتينات بس. الكروموسومات لا، لان برضه بروتينات بس. الهرمونات فيها ليبيدات اللي هي الاسترويدات، وفيها بروتينات. بعد العمليات الجراحيه ينصح الاطباء عاده بتناول اطعمه غنيه بالبروتين عشان تعوض الانسجه اللي تلفت. تمام كده؟ خلاص. فبالتالي هتبقى الاجابه بروتينات. هم كده تلاقيها مثلا لو حد اتعور عندك في البيت تعملوا ايه؟ تسلق له شويه بيض ومش عارف تعمل له لحمه مسلوقه، انت فاهمني؟ خد يا ابني بروتين عشان تعوض ايه؟ اللي اتقطع واللي اتجرح والدنيا دي. اي مما يلي يمثل الترتيب الصحيح الذي يتبعه الجسم للحصول على الطاقه من المواد الغذائيه التاليه. عايزك تترتب صح. جسمك هيروح للكربوهيدرات الاول، فتختار الحاجه اللي فيها كربوهيدرات، بعد كده يروح للليبيدات فتختار الحاجه اللي فيها ليبيدات، بعد كده يروح للبروتينات فتختار الحاجه اللي فيها بروتين. يبقى الاول نشوف الاختيار اللي بيبدا بالكربوهيدرات. الفول السوداني دهون فمش هتختاره، اللبن بروتين فمش هتختاره، العنب كربوهيدرات تنفع، اللحوم الحمراء غلط لانها بروتينات. فالترتيب هيبقى عنب، لبن، فول سوداني، لحوم حمراء. طبعا اللبن خليط ما بين الدهون وما بين البروتين، بس هو في بروتين وفي دهون فينفع، مفيش مشكله. فبالتالي هتبقى لبن، فول سوداني، لحوم حمراء. ده ترتيب صح. الف وب ما ينفعوش، لان هو هنا جايب العنب في النص، والعنب لازم يكون اول واحد. ودال برضو نفس المشكله، جايب العنب في الاخر والعنب لازم يكون اول واحد. خلاص، يتبقى لنا كده جزئيه واحده بس حصه النهارده. عارف ان انا غلست عليك، الحصه طويله بس درس مهم جدا، فاحنا فصصنا فيه كل التفاصيل، وهو جزئيه تمام الكشف. خلاص، جزئيه مين؟ الكشف. في جزئيه الكشف دي يا صديقي انا مش عايزك تدوش دماغك، هي جزئيه بسيطه، سيبك من التجربه والرغي بتاع التجربه دي. هو انت عندك ايه؟ زي ما عودتك كده، انبوبه. الانبوبه دي فيها محلول مجهول. خلاص، المحلول ده انت ما تعرفش بقى ايه مكوناته، بس في ماده معينه عايزين نكشف عنها. النهارده هنكشف عن البروتينات. ففي كشف معانا بيكشف عن البروتين اسمه ايه؟ البيوريت الازرق. حاجه كده زي بندكت الازرق، سائل بتجيبه بيبقى لونه ازرق. البندكت برضه كان لونه ازرق، بس البندكت كان بيكشف عن السكريات الوحيديه، واليود بيكشف عن النشا، وسودان 4 بيكشف عن الدهون. النهارده هناخد كشف رابع اللي هو البيوريت الازرق. البيوريت الازرق ده بيدوب في البروتينات، تمام، قابل للذوبان في البروتين. المهم انت بتجيب المحلول بتاعك وتحط عليه نقط من البيوريت الازرق، لونه بيبقى ازرق. لو في بروتين اللون الازرق ده هيتحول لبنفسجي. لو النتيجه ايجابيه هيتحول لبنفسجي. طب لو ما فيش بروتين هيفضل زي ما هو ازرق، فتبقى النتيجه السلبيه ان هو يفضل ازرق. تمام، ده كده الكشف عن البروتين.
طبعا كل ما درجه اللون البنفسجي كانت اغمق ده دليل على ان كميه البروتين كبيره قوي. كده تكون حضرتك خلصت الدرس الثالث اللي هو البروتينات. تمام. هننتظر بقى مني حصه الحل ان شاء الله على البروتين زي ما انتم طلبتوا. انا كنت بس مهتم بالشرح عشان احنا بدانا متاخر، فحبيت ان اشرح لكم الاجزاء اللي فاتت كويس. انتظروا مني حصص الحل الفتره اللي جايه. كل اللي المطلوب منك بس انت لو استفدت تحاول تشارك اللي انت استفدته ده مع زمايلك. وفي النهايه دعواتكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.